يترقب الجمهور العربي مقلب رامز جلال 2023، ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند مجموعة من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية، خاصة أولئك الذين تصدروا الترند طوال الفترة الماضية. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 تتضمن النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الفنانة المصرية ياسمين صبري، الإعلامية المصرية ياسمين عز، الفنانة المصرية نسرين أمين، مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، وباستثناء الفنانة نسرين أمين التي أكدت مشاركتها في برنامج رامز جلال 2023، فإن باقي قائمة ضيوف رامز جلال 2023 تبقى في إطار التسريبات والتكهنات، ولا يمكن الجزم بصحتها. نشر رامز جلال عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الملصق الترويجي لبرنامجه الجديد، وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتممها بخير ويكملها بالستر، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وظهر رامز جلال في الملصق الدعائي لبرنامج رامز نيفر إند على ظهر سور حاملا فانوس رمضان في يده، فيما اعتمد إطلالة جديدة مع شعر أصفر وبدلة باللون الذهبي. كما نشر رامز جلال ملصق ثانيا لبرنامجه ظهر خلاله مربوطا بحبل ويطير في السماء وممسكا في يد بسلاح والأخرى بفانوس رمضان، وحوله طائر ومجموعة من الأطباق وأدوات المائدة متطايرة. والتزم الفنان رامز جلال السرية التامة حول فكرة برنامجه رامز نيفر إند حتى الآن، واكتفى بالكشف عن اسم وملصق برنامجه في رمضان 2023، فيما لم يطرح أي مقاطع من المقالب التي دبرها لأصدقائه. وينتظر المشاهد المصري والعربي مقلب رامز جلال 2023 الذي من المقرر أن يكون مختلفا نسبيا عن برامج رامز جلال السابقة. على مدار 15 عاما حرص رامز جلال على حجز مقعده على مائدة الإفطار بالتزامن مع رفع أذان المغرب في شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يذاع برنامج رامز جلال نيفر إند بعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مصر، 7:15 بتوقيت مكة المكرمة، في نفس الموعد الذي كان يذاع فيه مقلب رامز جلال بالأعوام السابقة. وأطل رامز جلال على جمهوره خلال هذا المشوار الطويل في تنفيذ وتدبير المقالب والخدع في برامجه من خلال 15 شخصية فاجأ بها الكثير من نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي.